السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة الشيف خالد، أهلا بيكم. النهاردة جايبين حلقة سخنة نار طالعة من جوه الفرن. يا ترى ده ايه؟ مفكرش كتير، دي بطاطا بالكريمة. تمام. البطاطا دايما احنا بنسلقها يا بنحطها في الفرن ناكلها على كده. لا، دلوقتي زي ما احنا شايفين عاملة ازاي. جبتلكوا طريقة جديدة تتعمل في الفرن بالكريمة. يا سلام، مع شوية كريم شانتيه ولا نوتيلا كمان اهو. طعم حكاية، ياخدكوا يوديكوا في حتة تانية خالص. وما ننساش برضو ان البطاطا فيها فوائد كتيرة. تمام. منها تقوي جهاز المناعة، تقوية الذاكرة، تقي من مرض السرطان والعياذ بالله. وفيها البيتا كاروتين. تمام. فهي مفيدة من كل النواحي يعني. ما اطولش عليكم، اخلص الطبق بتاعنا ونبدأ على طول مع بعض. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك ولا شير، ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا دخلنا المطبخ مع بعض. معانا كيلو بطاطا اهو، ونبدأ نقشره. طبعا انا قشرته هنا عشان عايز اعملها بسرعة. ممكن انت تشويها في الفرن عادي، وبعد كده هتاخديها تشتغلي بيها عادي، او ممكن تسلق بالقشرة بتاعتها ويكون افضل يعني. قشر الكمية بتاعتنا كلها، نقطعها كده رفيع عشان تستوي بسرعة لو مستعجلة يعني، حاجة على السريع كده. نحاول التقطيع تبقى متساوية، بحيث انها لما تستوي تستوي كلها مع بعض، ما تبقاش واحدة مستوية ومهرية وواحدة لسه مستوتش او لسه ناشفة شوية. وفي انواع كتير، انواع كتير اوي من البطاطا. انا بنختار منها في اللون الابيض، وفي منها الاصفر ده. واحنا بصراحة مهملين البطاطا، يعني البطاطا فيها فوائد كتير اوي، وتتعمل انواع كتير اوي. وان شاء الله ربنا قدرنا نعمل كام حلقة عنها يعني. كده خلاص، اخر واحدة اهو. نجيب طاسة او حلة عندك، ونحطها كده، نطلع بيها عشان نحطها على النار الكمية كلها. طبعا حطيناها على النار كده تسخن تغلي براحتها خالص. كده دي خلاص داخلة كده على السوا اهي. خدتها بعد ما صفيت من المية، نزلتها في البولة. حط عليها حتة زبدة، ننزل باقي المكونات بتاعتنا. اول نضربها بالمضرب عشان الزبدة تتجانس معاها يعني. ادي المكونات بتاعتنا: نص كوباية سكر بودرة، ودي كوباية كريم شانتيه، وده شوية زبيب على فول سوداني. مش حابة تحط الزبيب والفول السوداني اوكي، عايزة تحط زبيب بس براحتك يعني. المطبخ ده يا اخوانا اختياري، زي ما انت عاوزة تاكلي هتاكلي. قلب الكمية كلها مع بعض، اضربها كويس. بقى الحاجة اهي. وشكرا كان يا جماعة على الكومنتات اللي جات على الفيديو بتاع مربى البتنجان.
شكرا للدعم بتاعكم. نبدأ دلوقتي نجيب البولة اللي هتخش الفرن. طاجن عندك فخار صيني يخش الفرن، حتة زبدة بدهنه بحيث ان الحاجة متلزقش يعني. دي بولة 19، هنزل الخليط بتاعي فيها وادخله الفرن كده. طبعا هنحتاج نجيب، بحاول ارجعها بحيث ان مفيش هوا يبقى جوه. دي رشة سكر من فوق. طبعا محبش احط كريم شانتيه تاني ولا كريمة لباني ولا حاجة، لا، عشان تبقى حتى خفيفة شوية. والسكر هيديني اللون اللي انا عاوزه. كده دخلتها على الفرن. انا ظبطت الفرن على 180 درجة، هياخد ربع ساعة. لو انت طبعا ما عندكش الفرن اللي هيديك درجة الحرارة، الفرن العادي بتاعنا بيبقى في الرف الوسطاني، وبعد ربع ساعة بيفتح عليها الشواية لما خدش لون من فوق. ده بعد الربع ساعة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، شوف الشكل طالع ازاي. ولادك هيحبوها، جوزك هيحبها، وحماتك برضو اكيد هتحبها. شوف لسه بقى، بص بص شوف، حاجة والله بتاخد العقل. وزي ما بيقولوا اقرب طريق لقلب جوزك معدته. وانا جبت طبق، انا بحب النوتيلا اهو، كريم شانتيه معاها، هاخد منها. طبعا البولة دي ممكن تأكل 4 مثلا، بس لو حد ممكن ياكلها واحدة، لأن الطعم بتاعها رهيب. وبالهنا والشفا. سلام.